سألت نفسك قبل كده ليه جسمك محتاج لبروتين؟ أكيد سمعت قبل كده إن البروتين ملك العناصر الغذائية، ومش ماما كمان كانت بتقول لك زمان كل بروتين عشان تكبر وتعمل عضلات؟ بس إيه هو البروتين؟ وليه هو مهم للجسم؟ البروتين ببساطة هو مجموعة من الأحماض الأمينية اللي الجسم بيستخدمها لبناء وتجديد الخلايا، وده بيشمل العضلات والجلد والشعر والإنزيمات اللي بتتحكم في كل حاجة في جسمك تقريبا. والبروتين ليه مصدرين، مصدر حيواني ومصدر نباتي. المصدر الحيواني زي الفراخ والسمك واللحمة والبيض ومنتجات الألبان، والمصدر النباتي زي البقوليات والمكسرات والحبوب الكامله وفول الصويا. طب ايه اللي بيحصل لما بتاكل بروتين؟ الجهاز الهضمي بيكسره الاحماض امينيه، والجسم بيستخدمه في بناء العضلات واصلاح الانسجه وانتاج الهرمونات والانزيمات المهمه للجسم. طب ايه هي فوائد البروتين؟ بناء العضلات والحفاظ عليها، تقويه المناعه، وبيساعدك كمان انك تخس عشان بيخليك تحس بالشبع لفترات طويله. الخلاصه ان البروتين عنصر اساسي لجسمك، بس زي اي حاجه في الدنيا لو زاد عن حده يتقلب ضده. هقول لك في الحلقه الجايه ايه هي اضرار زياده البروتين في الجسم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. يلا سلام.